تعالوا النهارده بقى نعمل احلى حلة محشي كرنب ممكن تعملوها في حياتكم بالخلطة بتاعتي. اول حاجة هنقطع كده بصلتين كبار، وهننزل عليهم بقرنين من الفلفل، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما لونهم يبقى ذهبي كده. وهننزل عليهم بكيلو من الطماطم المتصفية. وعلى جنب بقى هنعمل الشوربة. هنحط طبعا مية تغلي على النار، وهننزل بقى بقرنفل وحبهان وطماطم، وطبعا حاجات الشوربة بقى اللي انتوا عارفينها دي، قرفة بقى وورق لورا، علشان الشوربة كده تبقى حلوة معانا. وهنسيب بقى طبعا الفراخ بقى تتسلق على جنب، وبعدين بقى هنجيب الكرنبة نسلقها. نقطعها كويس الاول وبعدين نسلقها، وهنقطعها بقى الورق بتاعها هنقطعه. بصوا، دي اسهل طريقة ممكن تقطعوا بيها الكرنب، عشان عارفة ان في بنات كتير ما بتعرفش يعني ان هي تقطعه قوي وكده، وبيبقى باين لهم ان هو صعب. لكن هو يا جماعة سهل خالص. هو محتاج بس ان انتي تتعودي عليه، بجد هيبقى سهل معاكي، وحرفيا هتعملي يعني هتعمليه في ثواني. في ثواني حرفيا، مش هياخد وقت منك خالص. هنقطعه بقى كويس كده، وعلى جنب بقى هنجيب كده ربطتين خضار مشكل كده، شبت وبقدونس. ونقطعه كويس قوي. طبعا الصلصة اتسبكت معانا بقى كويس. هننزل بقى بالرز والخضار بصوا بقى وجهزت اهي خلطة وسبع المحشي بهارات معانا. وملح وفلفل اسود حلوة قوي 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 قوي. وبابريكا مدخنة. بصوا انا بحب احط البابريكا على كل حاجة بجد. جميلة حلوة وريحتها قوي قوي قوي. حرفيا تحفة. وهنقلب بقى كله. بصوا بصوا عاملة ازاي، خطيرة. احلى حلة محشي بجد، هتعملوها حلوة قوي. بصوا اهو مقطعين اهو. بصوا بقى هنا هنحشيه بقى. طبعا تحشوه بالطريقة اللي تحبوها، بس دي اسهل طريقة بالنسبة لي بصراحة يعني. حرفيا هتعمليه في ثواني على طول كده كله مع بعض. بصوا سهلة خالص. والخلطة يا جماعة بجد الخلطة حلوة قوي قوي قوي. ده بقى ما فيهوش افتكاسات، ولا يقولك هنحط مش عارفة ايه عليه وهنضيف ايه. لا، دي الطريقة اللي هي التقليدية خالص بتاعت امهاتنا كلنا واجدادنا. ويعني بصراحة المحشي لو ما اتعملش بالطريقة دي وبالخلطة دي بجد ما يبقاش ليه طعم يعني. هو بصراحة المحشي ما فيهوش افتكاسات يعني. المحشي ده أكلة مصرية خطيرة يعني. هنحط بقى على النار ده هو بعد ما حشيت خالص. لسه بقى هحط عليه الشوربة. ده انا بوريكم عملت حلة كده متوسطة وحلة صغيرة. الشوربة بقى اهي، بصوا جميلة ازاي وريحتها تحفة. هنا بعد ما يعني كان بعد 10 دقايق كده او ربع ساعة كانت تشرب المية، وهسيبه بقى على نار هادية خالص يستوي مع بعضه. هنا بقى على جنب كنت بعمل بقى الملوخية. بصوا طشة تحفة خطيرة. احلى طشة دي ولا ايه بقى؟ بصوا الطشة تحفة، الريحة تجنن تجنن. بصوا بقى هنا حمرت بقى الفرخة دي في الفرن كده. بصوا بقى بعد ما طلع حرفيا دايب ولذيذ وجميل قوي. انا بصراحة ما لحقتش اصور لكم قوي يعني، اخد وقتي في التصوير، بس تحفة جدا. يلا اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم كده وحلو. هستنى تعليقاتكم وتقولوا لي رأيكم بيفرق معايا جدا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم سالمين ودمتم بألف خير يا رب.